قلت له ايوه يا باشمهندس، فعلا الشاشة فاصلة من يومين ومحتاجة صيانة ضروري. قال لي الصيانة الضرورية ديت هعملها لك حاضر لما اجي عندكم في البيت علشان اظبط لك الطبق كمان من ناحيتي. قلت له تمام، ولقيته من غير مقدمات دخل وقف جنبي وخلاني وقفت كده ومسكني زغلول. قلت له في ايه؟ ادخله. قال لي تعالي بسرعة قبل ما جوزك يطلع من اوضه الصيانه. قلت له ايه ده؟ ازاي انت جريء كده وازاي بتقولي الكلام ده؟ قال لي عادي بقى، ما هو علشان انتي واحده واخده الموضوع كله بحماس وانا كمان، فانا عايز بجد اتعامل معاكي واعمل كل حاجه، ويلا بينا نخش على الاوضه جوه. لكن جوزي ساعتها طلع، كنت يدوب كده خدت كام مرة من زغلول، وكمان هو وطى علشان يشوف طبق العسل وكان لسه هياخد منه واكتفى بس بحضن بوسة على السريع. روحت على البيت وانا بفكر في اللي حصل ده، بس قبلها واحنا ماشيين كده لقيته بيقول لي جوزي انا عايز رقم البيت او تليفونك علشان اجي البيت اضبط الطبق من عندك. اداله تليفوني انا وقال له تيجي البيت زي ما انت عايز، لاني انا هكون في الشغل في الوقت ده، والمدام هتقف معاك وهتحاول ان هي توصلك باي حاجة انت عايز تعملها. ساعتها انا كنت طايرة من السعادة، جوزي بنفسه هو اللي عمل كده وهو اللي ادى الرقم لفني الصيانة علشان يجي البيت وانا هو مش موجود. تاني يوم بقى ايه اللي حصل بيني وبينه ده اللي هقول لكم عليه، بس في البداية ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، ويلا نخش على احداث القصة. انا اسمي زيزي ومتجوزة بقالي 5 سنين وعندي 28 سنة. جوزي بيشتغل في شركة كبيرة، موظف يعني محاسب، وطول الوقت في الشركة دي وانا كنت محجبة في بداية جوازنا، وكنت جميلة جدا وكل حاجة فيا كانت حلوة ومدورة. ولما اتجوزته وبان عليا الجواز وكده كل حاجة بقت مدورة اكتر وملفوفة اكتر ومشدودة اكتر. كان جوزي يشوفني بالشكل ده يسقف لي ويصفر لي ويقول لي انت بقيتي جميلة جدا بعد الجواز. وفضلنا على كده انا وهو لحد ما حسيت انه مش بيغير خالص عليا لو انا ماشية في الشارع وحد بيعاكسني، وارجع تاني ابص كده الاقيه هو زي ما يكون مبسوط ان الناس بتعاكسني. قررت ان انا اخلع الحجاب ولبست البنطلون ونزلت معاه في الشارع وكده، لقيته هو نفسه مبسوط من معاكسة الناس ليا، ولقيته بيقولي يا سلام يا ريتك كنتي قلعتي الحجاب ده من زمان، كنت لابسة بنطلون مجسم جدا ومفسر كل حاجة قدامه. لقيته بيقولي الكلام ده فخدت بالي ان هو بيتبسط من ان الناس تعاكسني او تقولي كلام حلو. ساعتها انا قلت خلاص بقى طالما هو عايز كده انا مفيش مشكلة خالص، وبدأت اني البس البناطيل المجسمة كلها واروح معاه اي مشوار بالشكل ده علشان هو يسمع بودانه المعاكسات ويتبسط، وده كان بيخليه في العلاقة شديد. وخصوصا كمان لو قالي حاولي ان انتي تتخيلي فلان اخويا فلان ابن عمي فلان صاحبي وهكذا هو اللي معاكي، وكنت بعمل الكلام ده وكان بيخليني اتخيلهم بجد. واحنا قاعدين كده مع بعض في الريسبشن بنتفرج على الشاشة راحت فاصلة مرة واحدة، حاول يشغلها كتير ما اشتغلتش. لقيته بيقولي شكلها كده محتاجة حد من مركز الصيانة، عايزين نروح نجيب حد او ناخدها نوديها المركز علشان يظبطها. قلت له مفيش مشكلة، انا هاجي معاك ليه بقى؟
قال لي تعالي يعني وانتي وراكي ايه وكده. قلت له ولا اي حاجه. قال لي خلاص البسي بقى وتشيكي. وكلمه تشيكي ده انا فهمت معناها ايه، اني البس حاجات حلوه ومثيره ومجسمه قوي قوي عليا. لبست ونزلت معاه وهو حط الشاشة في العربية، ونزلنا انا وهو لحد مركز الصيانة اللي قريب مننا قوي، يعني ممكن ربع ساعة بالعربية. واول ما وصلنا وجزء ادى الشاشة للفني اللي واقف او المهندس اللي واقف، قال له شوف كده مالها فيها ايه. بدأ يصلح فيها ويتعامل كويس قوي، وقاعد عينه عليا هياكلني بجد، وكان واضح عليه جدا انه متأثر باللي بيحصل ده، وشايفني وانا قاعدة حاطة رجل على رجل وكان هيتجنن. وبعدين لما لقيت الموضوع عجبني بدأت ان انا اربط البلوزة من تحت كده، واحاول اني اخليها على كمر البنطلون زي البنات اللي بتبقى ماشية في الشارع ما بتعمل وعلى البحر، وهو هيتجنن. ورحت فاتحة كام زرار، وبعدين قعدت بقى. وجوزي ساعتها هو قال له خش على جوه هات كذا من اوضه الصيانه من جوه على بال ما اشوف السلك بتاعها من ورا. واول ما جوزي دخل جوه لقيته جه مره واحده على شفايفي، ما ادانيش فرصه خالص وبدا يتعامل. ساعتها انا استغربت من جرأته، بس كنت مبسوطه جدا. ولسه بيقول لي اديني رقمك بسرعه، ما لحقتش لقيت جوزي جاي من جوه، وطبعا بصلي كده ومش عارفة فيهم ولا لأ. هو ما اتكلمش وما علقش، لكن في نفس الوقت كان باين عليا جدا لأن الروج كان مبهدل وهو كان شايفه. المهم روحنا، وقبل ما نروح قال له أنا عايز رقم موبايل حضرتك والعنوان علشان السلك والطبق عايزين يتظبطوا هما كمان. لقيت جوزي بيديله الطبق والتليفون وبيقول له كل شيء تيجي تعمله بكرة. قال له والتليفون تليفون مين؟ قال له تليفون المدام. بصيت لجوزي كده واستغربت قوي ازاي هو بيديه تليفوني انا. فقال له علشان انا هبقى في الشغل في الوقت ده، لو انت جاي الصبح او الساعة 10. حسيت ان جوزي بيقول له على الميعاد اللي هو مش هيكون موجود فيه علشان يجي فيه. وانا كنت فرحانة جدا وعمالة كل شوية احط ايدي كده على خدي وعلى شفايفي علشان افتكر اللي حصل وابقى مبسوطة بجد. وروحنا انا وجوزي في اليوم ده، وقاعدة طول اليوم مبسوطة ان تاني يوم هشوفه وهيجي، واللي ملحقناش نعمله هنعمله. وفعلا ده اللي حصل. تاني يوم على طول الصبح جوزي لما صحي عملت ان انا نايمة واني مش فايقة خالص، لحد ما لبس وخد بعضه وعمل له سندوتشين ونزل على الشغل. وانا صحيت بسرعة، لبست احلى لانجري عندي مجسم كده وجميل، وحطيت ميك اب وقعدت منتظرة وقلبي بيدق جامد جدا. شوية ولقيت الباب بيخبط. رحت بسرعة افتح، لقيته حد من الجيران وكده، واحدة يعني جارتي، كنت لابسة الروب ساعتها، وفتحت لها ولقيتها عايزة حاجة واديتها لها. وكان برضو املي خاب في اليوم ده، وقلت ممكن يكون مش جاي وانا مش عارفة اي حاجة، وما رنش على موبايلي حتى يعرفني انه جاي. قعدت اكتر من ساعة منتظرة زي ما يكون كان بيسويني على نار هادية. وشوية ولقيت الباب بيخبط. رحت علشان افتح وحسيت بقلبي بيدق جامد، شميت ريحته لان ريحته كانت مميزة. فتحت، ما ادانيش فرصة اننا نتكلم حتى، لقيته شالني كده وقفل الباب ودخل على جوه. قلت له اتأخرت ليه؟ قال لي كان عندي شغل في المركز وخلصت وجيت على طول.
انتي وحشتيني قوي، انتي بتعملي ايه دلوقتي؟ قلت له ولا اي حاجة. قال لي بس هتعملي دلوقتي حالا. لقيت زغلول كبير جدا بشكل انا نفسي اتخضيت. قال لي مالك؟ قلت له لا ولا اي حاجة، اصل واقف انتباه كده وانا واقفة قصاده مخضوضة منه الصراحة. قال لي لا ما تتخضيش وما تخافيش، هو معاكي زي ما انتي معاه ومش هيخوفك تاني ابدا ولا هيقولك اي حاجة. قلت له طيب تمام. المهم قعد يتكلم معايا شوية ويهزر لحد ما فعلا حسيت بزغلول كبير جدا وواقف كده وبدأ يتعامل وياكل جامد في البطيخة. وانا كمان بدأت اتبسط قوي باللي بيحصل ده، واكلني موز كتير. واللي حصل ما بينا مرة في الريسبشن ومرة جوه في الأوضة ومرة في المطبخ، وكانت المرة الرابعة دي الأخيرة هناك في الليفينج كمان. وانا كنت طايرة من السعادة ومن الفرحة. وساعتها هو قام ومشي وانا كنت قاعدة حرفيا مش قادرة اقوم حتى البس حاجة ولا اتحرك من مكاني، لاني ما كنتش عارفة ايه اللي جريلي ده وازاي هو ما شاء الله عليه كده قادر يتعامل بكل الطرق وقادر يعمل لي كل اللي انا عايزاه. وفضلنا على كده انا وهو، وحاسه ان جوزي هو نفسه اللي بيقوله يعمل الكلام ده معرفش ليه حوالي 5 شهور، لحد ما في يوم لقيته بيقولي بقى بيعترف لي انه بيحبني جدا وانه بقى بيغير ان جوزي بيجي ويتعامل معايا. وقال لي كمان ان جوزي هو اللي راح واتفق معاه على كل الكلام ده، لان هو حاطط كاميرات في الشقة من غير انا ما اعرف وبيتفرج علينا واحنا مع بعض. وفعلا بدأت افتكر الاقي جوزي كان بيجي كل وقت بيكون فيه شريف اللي هو فني الصيانة ده عندي في البيت وبيتعامل معايا، يجي في نفس اليوم او بعدها بحاجات بسيطة يكمل معايا هو كمان. وطبعا ما كنتش هقدر اقوله لا، ورغم ان ريحة شريف وريحة اللبن الجميل الزبادي موجود في كل مكان وكل ركن في الشقة، الا ان جوزي كان بيبقى في الوضع ده في قمة نشاطه وحيويته والاقيه مبسوط وهو بيتعامل معايا كده. ودي كانت حكايتي مع جوزي اللي معرفش انتوا بتسموه ايه، وانا لحد دلوقتي معاه. ومع مش شريف بقى، اي حد هو بيجيبه وجه جديد انا واجهته وقلت له انا عارفة كل حاجة مفيش داعي تداري عليا. وبقى بيتعامل عيني عينك كده ويقول لي ايوه انا بحب كده قوي، بحب اشوفك وانتي مع حد غيري عشان انا ببقى كويس واحس ان انا شديد وقوي. اعمل ايه يا جماعة؟ انا اتعودت على كده وده حاجة انا ما تربيتش عليها ومش عايزة اكمل كده، بس هو عودني وخلاني احب كده قوي. واي حد يكون معايا غير جوزي انا ببقى على استعداد ومبسوطة. قولولي اعمل ايه؟ منتظراكم. حكايتنا انتهت، فيديوهاتنا لسه ما انتهتش. لو عجبتكم يلا اعملولي لايك واشتركوا في القناة، فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.